هذا البلد الذي هو صلب موضوع الاجتماع في هذا اليوم الطيب المبارك، التي جمعت منصته الإخوة الطيبين والدعاة المباركين البارزين جوال الخير في العالم من العلماء والدعاة، حضروا لمباركة هذا الاجتماع الطيب. منهم اليوم أبونا وداعينا ومفتي هذا البلد أبو خالد الشيخ محمد العبدي، فليتفضل للإخوة وليقل كلمته ويبارك ويدعو للجماعة، فأقول له تفضل مشكورا مأجورا شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما لا تحصى، ومن علينا مننا لا تعد، وأعظم هذه النعم وأجلها نعمة الإيمان والإسلام. والحمد لله الذي جعلنا مسلمين واصطفانا من بين خلقه مؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان والإسلام ويميتنا عليهما، ونبعث على الإيمان والإسلام. بعد ذلك نشكر بالإخوة القائمين بتنظيم هذا الملتقى العظيم. لا شك أنهم قاموا بعمل جليل بدأ بصورة متقدمة جدا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وجزاهم الله خيرا على هذا المجهود الكبير وعلى هذا الملتقى العظيم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مفيدا للجميع ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما نرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة الذين قدموا من خارج البلد ومن داخله للمشاركة في هذا الملتقى ولتقديم كلمات نافعة بإذن الله تبارك وتعالى لجمهور الأمة أو لجميع الحضور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يكتب لهم حسنات كثيرة في خطواتهم التي خطوها إلى المشاركة في هذا الملتقى، والأتعاب والمتاعب التي تحملوها في سبيل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في ما يقدمون، وأن يبارك ويحفظ لهم أولادهم وأهاليهم ودينهم ومالهم وجميع ذويهم. كذلك أحث الإخوة الحضور من شرائح المجتمع استغلال هذه الفرصة والاستفادة من هذه النعمة، فإن الفرص قد لا تعوض والأيام غنائم، فعليكم بالاستفادة من هذه الفرصة واستغلال هذه النعمة والتزود منها والانتفاع بما يقوله العلماء والدعاة لكم من الإرشادات والتوجيهات.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يجعلكم مباركين في دنياكم وأخراكم. يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على الخير وعلى تبليغ دين الله تبارك وتعالى وعلى تنظيم مثل هذه الملتقيات تنشر المسلك الصحيح لهذا الدين وتصحح المسالك والأخلاق وجميع ما يحتاج الإنسان في دينه. ينبغي التعاون عليها وينبغي تكرارها حسب الإمكان حتى يستفيد منه الجمهور. جدا خارج والداخل، وكذلك أرجو أن يكون له أثر كبير في المجتمع وفي هذه الأمة العظيمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم مرة أخرى. تمنيت اليوم أن يكون لي إلمام باللغة الأوروبية، لكن فيما بعد إن شاء الله تعالى نحاول بإذن الله تبارك وتعالى. الأمة هذه يعني من أكثر الأمم ويعني أبلغها في قارة إفريقيا، ولعل يعني تغييرها إلى الأحسن وإعادة كرامتها وعزتها يكون له تأثير كبير في سائر المجتمعات في أفريقيا كلها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو المنى والرجاء منكم بإذن الله تبارك وتعالى. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالدعاء الذين تجشموا المساكين في هذا المؤتمر، وجزاكم الله خيرا. وكذلك أقول شكرا لكينيا، مش للجميع، وشكرا لجميعكم، جزاكم الله خيرا. والسلام